مش هخليكي تجيبيه لا ب250 ولا حتى ب150. انا هخليكي تعمليه وتكوني كمان استاذة فيه. البسكويتية بتاعتنا هشة جدا وكمان مقرمشة، حاجة كده يا بنات اسبيشال. وكمان في مكون سحر هنحطه على البسكويت هيخلي لك ريحته وطعمه هيروح في حتة تانية خالص. اول حاجة نوت في المقادير بتاعتنا معايا 500 جرام من الزبدة و100 جرام من السمنة. الميكس يا بنات خطير. لو انت مش قادرة تعملي الزبدة يبقى هتجيبي 500 جرام من السمنة لو انت هتعمليه في الماكينة، و600 جرام من السمنة لو انت هتعمليه في كيس الحلواني. الاتنين هيمشي معاكي زي الفل. لو انت حابة تعملي ميكس زي اللي انا عملته ميكس سمنة ما بين السمنة والزبدة، تقدري تحطي 300 جرام و300 جرام. هنا مسكنا الزبدة بتاعتنا، ابتدينا ان احنا نضربها بمضرب البيض، ننعمها بس كده وبعد كده هننزل عليها بكوبايتين ونص من السكر البودرة. كيلو الدقيق يا بنات بياخد كوبايتين ونص من سكر البودرة، بيكون السكر بتاعه معتدل جدا. هنبتدي ان احنا نضربهم في بعضهم بالطريقة دي لغاية لما يديني القوام كريمي هنزل بقى عليهم بعدد 4 من البيض. لو البيض بتاعك كبير هتنزلي ب4 بس، لو البيض بتاعك بلدي صغير تقدري تنزلي ب5 بيضات. وهنبتدي ان احنا نضربهم لغاية لما البيض بتاعي يختفي ويديني ميكس كريمي، تحس ان هو فاتح جدا. اول ما هيديني الميكس الكريمي الفاتح هنزل بمعلقتين لبن بودرة على 3 معالق من المية، وهنبتدي ان احنا ندوبهم مع بعضيهم لغاية لما احس ان انا مش شايفة اي سوائل في قلب العجينة بتاعتي، زي كده بالظبط ما عملنا مع البيض. اول ما هيديني القوام هنبتدي كده بقى نعمل له تيست، نشوف لو في اي حاجة سكر مثلا بودرة او اي حاجة. لا لا لا, لا خلاص كله اتخلط مع بعضه واداني قوام كريمي يجنن. هبتدي هنا بقى هنزل بكيلو من الدقيق بالطريقة دي كده بالظبط، وبعد كده هنزل بمعلقة من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان رشة صغيرة جدا كده من الملح. وهبتدي ان انا اخلط المزيج كل مع بعضه. انا عايزاه يكون خليط متجانس مع بعضه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اعجن. المقرمشات اللي زي ما بتبقاش عايزه العجن كتير في البسكويت او الغريبه او البيجي فور، بتحس ان هو بينشفهم. انا همسك ايدي بحيث ان انا